في فيديو النهاردة هنتعرف على فوائد صادمة للجيم. فوايد ناس كتير بتتمرن سنين ومش واخدة بالها منها. الجيم مش بس عضلات ولا شكل، الجيم بيأثر على عقلك ونفسيتك وصحتك وطريقة تفكيرك. ولو فاكر إنك رايح الجيم علشان جسمك بس، فأنت هتتفاجئ باللي هتعرفه دلوقتي. شفائيات. أول فايدة، الجيم بيعالج الضغط العصبي والاكتئاب. أثناء التمرين الجسم بيفرز هرمونات السعادة زي الإندورفين والسيروتونين، وده بيقلل التوتر والقلق بشكل طبيعي من غير أدوية. الجيم بيبقى مكان تفريغ لكل الطاقة السلبية اللي جواك، وكل تمرينة بتطلع منها أهدى وأقوى نفسياً من الأول. تاني فايدة، الجيم بيرفع مستوى الثقة في النفس بشكل ملحوظ. كل مرة ترفع وزن تقيل أو تكمل تمرين صعب، بتثبت لنفسك إنك قادر تتخطى أي حاجة. مع الوقت شكلك بيتغير ومشيتك بتتغير، والثقة دي بتنعكس في كلامك وقراراتك وتعاملاتك مع الناس. ثالث فايدة، الجيم بيقوي المخ والتركيز والانتباه. التمرين بيزود تدفق الدم للمخ، وده بيحسن الذاكرة وسرعة التفكير. ناس كتير بتحل مشاكلها بعد التمرين، لأن العقل بيبقى أهدى وأوضح وأنظف. رابع فايدة، الجيم بيبني انضباط وعقلية ما بتستسلمش. الالتزام بالجيم بيعلمك إن النتائج مش سريعة، وإن الاستمرارية أهم من الحماس، وده بيخليك أقوى في الشغل والحياة، لأنك اتعودت تكمل حتى لما تكون تعبان. خامس فايدة، الجيم بيحافظ على صحتك وعمرك على المدى الطويل. تمارين المقاومة بتقوي العظام وتقلل الهشاشة، وبتحافظ على العضلات مع التقدم في السن. كمان بتقلل خطر أمراض القلب والسكر. يعني الجيم مش رفاهية، الجيم استثمار في صحتك وحياتك. الخلاصة، الجيم ليه 5 فوائد صادمة. بيعالج الضغط العصبي وبيحسن النفسية، بيرفع الثقة في النفس، بيقوي المخ والتركيز، بيبني عقلية قوية وانضباط، وبيحافظ على صحتك وعمرك لسنين قدام. لو حسيت إن الكلام ده بيمثلك، اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك فيديوهات أقوى تحفزك وتفيدك. واكتب في الكومنت إيه أكتر حاجة الجيم غيرها في حياتك.